السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم طارق أحمد. بصوا، هو احنا ما نقدرش نعتبر دي حلقة قوي. حلقتنا إن شاء الله نازلة يوم السبت. لكن أنا بس حابب إن أنا أشارككم فكرة كده، أو حاجة من ضمن الحاجات اللي هي بتجهز لي الشغل بسرعة، أو بتخليني على الأقل أبدأ. يعني أقول لكم لما يجي لي فكرة أبدأ أخزنها على السريع. خلاص. طبعا أنا مش بكلمكم على فكرة النوت والجو ده. بس احنا في برنامج كده حابب أوريه لكم. البرنامج ده اسمه جوجل تاسكس. خلاص، تعالوا نبص عليه كده، هوريه لكم من على التليفون. طبعا انتوا هتلاقوني انا هنا فاتح برنامج الريكوردر ده، لان ده اللي بيسجل عليه بالمايك على طول. المهم نبص بقى الموضوع. انتوا هتلاقي طبعا عندي انا بحب شويه ان انا اعمل فكره الاختصارات. يعني مثلا دي الابلكيشنز اللي بتحتاج النت كلها، الايكونز اللي تحت على الشمال خالص. الايكون دي اللي هي الابلكيشنز اللي بستعملها بس من غير نت، اتصالات بقى وماسنجر سوري، والمكالمات والمسجز وكده. وهتلاقوني تحت هنا حاطط معظم الابلكيشنز اللي بستخدمها طول الوقت. تمام. طبعا في ابلكيشنز كتير هتلاقوها عن المانجا وعن الياباني وكل اوف ديوتي، طبعا دي اهم حاجه. طيب هنا بقى بصوا، ده اللي انا بكلمكم فيه. ده الابلكيشن اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، وهو ابلكيشن اسمه جوجل تاسكس. خلاص، حتى انا عامل لكم هنا تصوير كده فيديو عن برنامج جوجل تاسك. طيب ايه الفكره هنا اللي انا عايز اقول لكم عليها؟ الفكره هي ان اوقات كتير انت بيبقى عندك فكره، عندك ارق مش عارف تنام، فكره بتجيلك وانت عايز تبدا تجهزها وتبدا تشتغل عليها، او جت في دماغك، هي مجرد بس جت في دماغك عايز تنجز. مثلا النهارده الصبح الفيديو ده فكرته جات لي الصبح وانا نايم قبل ما انام، يعني الساعه 6. انا ببقى سهران طبعا طول الليل، ببقى شغال لغايه الصبح وبنام بقى فترات كده متقطعه يعني. المهم مش موضوعنا. اللي انا بتكلم فيه ان انا لما بيجي لي فكره عن فيديوهات، او فكره عن او مثلا تاسك عن الشغل ان انا عايز اجهزه او حاجه، فببقى عايز اسجلها في وقتها لان انا بنسى كتير. طيب ايه البرنامج اللي انا لقيته بيحل لي الموضوع ده؟ هو البرنامج ده. اشمعنى البرنامج ده؟ تعالوا اقول لكم. البرنامج ده اولا مش زحمه، ومش بيطلب حوارات كتير، ومش معقد في استخدامه. الموضوع بتاعه بسيط، مسافه ما بتنزله انت اوريدي بتفهمه. تمام. بيبقى عندك هنا ان انت تعمل اكتر من ليست. يعني فوق هتلاقوني حاطط ليست للمهمات بتاعتي. خلاص، دي اللي بعملها على مدار اليوم. ليست عن الحلقات، ان انا بسجل فيها الحلقات اللي جايه وكده. طبعا بالنسبه لسيجنال الكتراز فهي خلصت، فهنعملها كومبليت. وممكن تضيف ليست فوق من فوق كده، تحط نيو ليست. وتختار الليست اللي انت عايزها. تمام. تعالوا نشوف تصوير فيديو عن برنامج جوجل تاسكس مثلا اهو، ده كومبليتد. طب فرضنا ان انا وانا بعمل التاسك، او انا عملت كومبليت بالغلط او فوانت عامل كومبليت بالغلط هتيجي هنا كومبليت التاسكس، وهتقوم عامل اندو، ارجع اهي. طيب انا عايز ازود شويه تفاصيل، فهنا بتدوس على التاسكس نفسها. خلاص، بتدوس مثلا يعني على الكلمه نفسها add details، وتختار بقى اللي انت عايز تكتبه. تمام. بس طيب بعد كده تقوم راجع تاني، طبعا add date and time اللي هو الوقت اللي انت عايزه. تمام. وadd sub tasks يعني مهمات فرعية، وتبدأ انت تحط مهمة فرعية زيادة. طيب خلصت ترجع ويبقى انت كده تمام. احنا بنصور اوريدي دلوقتي، خلينا نعتبرها ان هي خلصت. طيب ده بالنسبة للتاسكس. طب هل انا دلوقتي شغلي كله، طبعا انت بتعمل ستارت دي من تحت خالص على الشمال، بعمل ستارت للمهمات، يعني الحاجات المهمة قوي. هنا بيقولك هو mark important tasks with a star so you can easily find them here. خلاص، ده اوبشن كده اضافي، ان انت الحاجات المهمة اللي لازم تخلص انت بتعملها بس هنا. تعالوا نجرب مثلا، نكتب مثلا مونتاج الفيديو اللي احنا شغالين عليه، واقول له سيف. فبتلاقي هنا على طول اسهل في الستارز. طبعا احنا عملنا هي كومبليتد بس، وبتختفي بقى من عندك، بس بترجع تاني لايه، للقائمه الاساسيه اللي هي مهمات. طب انا فرضنا مثلا ان انا اوريدي ديزاينر او طالب هقعد اذاكر، او ان انا مثلا عندي شباتر معينه في ماده، والشباتر ديت انا محتاج ان انا انجزها بسرعه. مثلا عندي نوفل هقعد اذاكرها، فالنوفل دي اللي هذاكرها بتبقى 12 شابتر. خلاص، فخلينا اقول مثلا ان 12 شابتر دولت انا هبدا اقسمهم على النهارده مثلا.
انت سهل ان انت تقدر تجزأ ال 12 دول. طيب بس انا شغلي مثلا على اللاب، او بتفرج على حاجات اونلاين، مثلا بتفرج على دروس اونلاين، على شرح اونلاين، على حاجات من يوتيوب. فانا عايز، وانا في نفس الوقت بدل ما اقعد افتح التليفون كل شويه، والتليفون بقى لو فتحته يجيب لي اشعارات ويلهيني وي وي وي، فانا محتاج ان انا ابدا اشتغل على اللاب نفسه او الجهاز اللي انا شغال فيه من غير حته الاشعارات دي او الازعاج بتاعها. طيب نفس الكلام ده موجود وشركه جوجل بتوفره عن طريق اللابات. تعالوا نشوف. تمام، بص بقى معايا هنا. لو احنا جينا هنا مثلا كتبنا جوجل تاسكس، تلاقيه فتح لك طبعا الابلكيشن ان انت لو عايز تشتغل مثلا على الابلكيشن او بس انزل بقى شويه هتلاقي في حاجه اسمها taskboard.com، وده اللي احنا هندخل عليه. taskboard.com هو طبعا انت تعمل ساين ان وذ جيميل عشان وذ جوجل، بحيث ان انت تبقى عامل سينكرونايز وتبقى عامل تزامن ما بين التليفون وما بين اللاب او الكمبيوتر او الحاجه اللي انت شغال عليها. وطبعا عندي انا واخد شويه وقت لان انا مدخله على الديسكتوب الكمبيوتر البي سي ومدخله على اللاب. طيب هو دلوقتي فتح. انت بتدوس هنا مثلا، فدي عندك البوردات بتاعتك. انت بيبقى عندك كذا بورد، دي المين بورد، دي البورد الاساسيه اللي احنا حاطين عليها المهام بتاعتي، مثلا المهام والحلقات وكده. تعالى مثلا ان احنا ايه نزود بورد كمان. فبيقول لك multiple boards is a premium feature create multiple. يعني ايه الكلام ده؟ هو هنا قصده يقول لك ان انت عشان تحط اكتر من بورد، يعني انا مثلا عامل البورد دي كده اللي اسمها مين بورد دي، انا حاططها هنا للحلقات وللمهمات بتاعتي اللي هي اليوميه اللي بعملها. طيب فرضنا ان انا عايز اعمل بورد تانية خالص ويبقى فيها ليستات تانية خالص، بورد مثلا للشغل، بورد للمذاكره، بورد مثلا للسوشيال ميديا، انا حابب ان انا اخزن فيها شويه حاجات او اتكلم عنها عن شويه حاجات لو انت ديجيتال ماركتر يعني او كده. طيب بس خد بالك من بوينت، ان انت عشان خاطر تعمل اي شكل او تظبط اي حاجه لازم تدفع طبعا البريميوم. خلاص تعالوا نشوف كده البريميوم بكام. البريميوم ب 3 دولار 4 دولار 4 دولار في الشهر، يعني انت في خلال شهر. وطبعا في خطه اسعار تانية بس ده يعني مش وقتنا قوي. انا بس عايز اوريك الحاجه اللي هي الفري اللي في نفس الوقت مش محتاجه تفاصيل كتير اللي تخلص لك الدنيا. طيب تعالوا كده نبص. دي نفس بالظبط الحاجات اللي انا حاططها على التليفون، ودي نفس الحاجات اللي انا خلصتها قبل كده اوريدي على التليفون، وممكن تمسحها هنا لو عايز. وده طبعا زي ما قلنا هيعمل سينكرونايز مع التليفون، يعني هيعمل تزامن مع التليفون. ده كان كل الموضوع، انا بس مش عايز اطول عليكم. الفكره كلها ان انا حابب اوريك حاجه تختصر معاك الوقت وتنجز بيها دنيتك، وفي نفس الوقت مش هتاخد معاك وقت كتير. هتنجزك، هتساعدك في حاجات كتير، هتخليك تخلص شويه حاجات. لو انت ما عندكش الثقافه بتاعه الحاجات دي او الثقافه بتاعه برامج زي البرامج دي، فانت اوريدي مش هتستفاد منها. طب ايه هي الثقافه بتاعتها؟ الثقافه بتاعتها ان انت قبل ما تبدا اليوم بتاعك يبقى معاك برنامج زي كده، وتبدا تخزن عليه او تسجل عليه الحاجات اللي انت اوريدي هتبدا بيها في يومك. لان انت الصبح قبل ما يبقى في دوشه وقبل ما تبدا تدخل في جو الاشعارات والنوتيفيكشنز اللي شغاله عليك طول النهار، ان اي حد بيكلمك، الزحمه بتاعت الشغل وي، فده بيساعدك ان انت تنظم فكرك وتبقى عارف ايه الحاجات اللي وراك اللي هتخلصها، وخلصتها يبقى انت كده خلاص حطيت الجول بتاع اليوم، انت كده عملت التارجت اليوم خلاص. ده بالنسبه لفكره الثقافه بتاعت التاسكات دي. طب فرضنا انا صحيت الصبح كنت مستعجل مش عارف ايه وهنزل بسرعه جري على الشغل، يا نهار اسود متاخر وهتنفخ ومدير ومش عارف ايه. لكن انت دلوقتي لو انت وسط الشغل وسط الزحمه دي، فبالنسبه للابليكيشن الموضوع هيبقى ابسط لك بكتير من ان انت يبقى معاك كراسه وورقه او معاك تو دو ليست وقاعد شغال عليها ده كان كل حاجه في الفيديو. انا بس مش عايز اطول عليكم على قد ما اقدر. وده فيديو سريع، هو المفروض مش هو ده الفيديو اللي احنا هننزله يوم السبت، بس انا هحاول انزله لكم بدري يعني النهارده او بكره بالكتير، بحيث ان الموضوع ده مهم. وخلال الفتره الجايه يعني سواء طالب ثانويه عامه فانت محتاجه جدا، عشان انت الفتره الجايه تبدا طبعا تذاكر العربي جامد، وتبدا تذاكر لبقيه المواد، فتبقى انت فاهم تقسم وقتك عن طريق حاجه زي كده ازاي. ده بالنسبه بتوع ثانويه عامه. بالنسبه بتوع كليات هو انتوا اوريدي بتتنفخوا في الفاينل، فانا اصحابي اوريدي بيتنفخوا، انا خلاص خلصت فالحمد لله. اديت مسيرتي التعليميه، ما فيش حاجه تانية اعملها غير بقى لو انا حابب طبعا اتعلم حاجه مع نفسي زي ما قلت لكم، ياباني مش عارفه ايه، برنامج جديد او حاجه. بس لكن هو هينفعك جامد صدقني. ولو انت شغال في اي مكان او بتنسى كتير زيي فانت محتاج برنامج زي كده.
وفكره البرنامج ده في برامج كتير زيه، وفي برامج كتير ممكن تبقى احسن منه، ولكن فكره ان هو يقدم لك اللينك ويعمل لك سينكرونايز ما بين التليفون وما بين اللاب، فدي لا، دي انا ما شفتش متهيألي برنامج بيعملها لسه. ولو انتوا تعرفوا برامج افضل قولوا لي في الكومنتات، وانا برضو هنزلها يعني. ده كان كل حاجه للفيديو، واتمنى يكون الفيديو عجبكم.